صباح الخير عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. وتاني حاجة تحطي كومنتاتي واشيائي، لاني هقول لكم تاني تعبت في الفيديو ده، ولو ما تعبتش في الفيديو ده حطي لايك، حطي لايك، مش هتخسري اي حاجة، والله مش هتخسري اي حاجة. اتفرجي وتنشطي النهارده ان شاء الله. طبعا نزلي ولادك المدرسة زي حالاتي كده، ولو ولادك كبروا ما راحوش المدرسة وديهم المدرسة تاني، روحي بيوتهم قول لهم انزلوا انزلوا من بيوتكم عشان تحسي ان انت في الجو بتاع المدارس. الجو ده بصراحة يعني لأ، إحساس جميل جدًا إن ما فيش حد معاكِ في البيت، وعمّالة تخبّطي وترزّعي براحتك خالص. وبُصّي يعني ومش شايلة هَم أي حاجة، ولا حد يطلب منِّك طلب، ولا حد يقول لِك ماما ناوليني كوباية مَيّة، ولا ماما اعملي لي ساندوتش، ولا ماما اغرفي لي، ولا أي حاجة. فاهماني إزاي؟ وزّعي العيال، وزّعيهم، ما فيش مدارس مش مشكلة بقى عندِك، ودّيهم في أي حتة، المهم تتصرّفي. تتصرّفي، جوزِك موجود اعملي له أي حاجة، اعملي أي حاجة، نزّليه يجيب لِك طلبات، اعملي أي حاجة. المهم إن أنتِ البيت يبقى فاضي وتخشي كده إيه، تكسّري براحتك وتعملي براحتك. المهم بقى خلاص اتفقنا. اتفقنا. انت يا جيجي بتعملي النهارده انا هعمل اعتصام ولا هتعملي بالظبط؟ اعمل اللي اعمله مش مشكله، المهم البيت يبقى فاضي واحنا نخلص حاجتنا. انا بصوا دخلت على المطبخ، انا بصراحه خلصت خلاص الريسبشن كله، خلصته تماما. المفروض ان انا كنت انزل لكم النهارده الفيديو التاني بتاع الاوضه، بس انا بصراحه قلت ايه افصل معاكم عشان ما تزهقوش مني ونخش على المطبخ. استنوا، انتوا ما شفتوش حاجه، انا ما عملتش حاجه كده، انا كده بلعب وبتسلى يا جماعه. ده انا مش انا مش عارفني انت لابسه اسود ليه يا جيجي؟ هقول لكم عشان المطبخ يحتاج اللون الاسود يا جماعه. هو المطبخ معايا يحتاج اللون الاسود. بصوا، اكبر غلطه ان انت تسيبي المطبخ عندك يوصل لكميه دهون تقدري تتعبي فيها في التنظيف. انا بصراحه بقالي فتره، عشان تعرفين ان انا كنت موضوع مش عايزين نتكلم كل شويه نقول تعب ومش تعب. الفتره اللي فاتت دي كلها والسفر ومش عارفه ايه والمصيف وكل الكلام ده كله، اهملت في المطبخ صراحه. اشتكى مني، هو اشتكى مني يعني اشتكى مني، قال لحد باين عليه كده ان جيجي مقصره معايا. فأنا قُلت له: "والله يا حبيبي مش هاقصّر معاك وهاضبّطك النهارده." بس كان في نيّتي يعني، كانت النيّة يعني جوّايا إن أنا أعمله كُلّه، لكن بابسولutely هو أي نعم مطبخي صغير، بس ما قدرتش بصراحة، لإن ورايا حاجات تانية عايزة تتعمل، ورايا البيت برّه عايز يتروّق، أنشّر غسيل، أشيل غسيل، أعمل أكل. فقُلت إيه، ما يعني قسّمي الشغل على يومين. فمش مشكلة، عملت المطبخ نُصّه كُلّه من فوق، كُلّه خلّصته تمامًا، تمامًا خلاص. كده فاضل لي الجزء اللي تحت. إيه هو الجزء اللي تحت يا جيجي؟ هنلمّع بقى الدواليب من تحت وننضّف التلاجة ونعمل الميكروويف ونعمل البوتاجاز. البوتاجاز بتاعي مش قادرة أقول لكم يعني، بُصّوا فُلّة شمعة منوّرة. المهم هنا كنت طالبة حاجات من شركة لاسترا عشان النمل، وبصراحة هي بعتت لي معاه. كنت طالبة للنمل وكنت طالبة المعطر للحمامات، ده باحبه جدًا في الشقة وفي الحمام، ريحته جميلة جدًا، جدًا فوق ما تتخيل. وكمان الجديد إن هُم عاملين رابس يعني أريال، اسمه أريال أوتوماتيك للغسالة، والأبيض والألوان، ريحته تحفة، تحفة، تحفة فوق الوصف. لكن هاقول لكم بقى دلوقتي عشان بس إيه ما حدش يعني هي ما تزعلش مني اللي باعتة الحاجة. الاسترا بتاع الدهون ممتاز، مش هاقول لكم أكتر من كده، حلو جدًا، جدًا، جدًا. بس هو مش عايز stainless خالص، يعني بوتاجاز زي ده كده لو اتحط عليه هيسوَد منِّك وهيبقّع. لكن كحيطان فُلّة شمعة منوّرة، بيخلّي الحاجات حلوة جدًا. بس في حاجة كمان، لازم تلبسي حاجة في إيديكِ، ولازم ترُشّي وتبعدي برّه شوية، يعني عشان ريحته تبقى قوية شوية. ده للناس اللي عندها دهون، كمية دهون جامدة، يعني مثلًا مش قادرة على شباك، مش قادرة على حيطان فيها دهون كتير، تمام، ده يبقى معاكِ زي الفل. لكن بالنسبة لمطبخي لأ، حبّة كلوريكس ألوان أو حبّة كولر أبيض هيخلّوه زي الفل. فأنا قُلت إيه، يعني نجرّب مع بعض. أنا صدري تعبان، أنا عندي دور برد من ساعة ما جيت من السعودية وتعبانة. هو بس لو عند حد عنده حساسية في صدره بلاش منّه خالص. لكن الناس العادية اللي هي تقدر تتحمّل إن هي تبقى لابسة في إيديها حاجة وترُش براحتك وصدرها ما فيهوش حاجة، براحتك، هيخلّي الدنيا معاكِ زي الفل. بُصّوا بيخلّي الدهون كده بتجري، عارفين، بتجري على الحيطان كده. بس هو ريحته قوية شوية وبلاش بإيديكِ، هيوجع لِك إيديكِ وهيحرقِك. خلاص أديني قُلت أهو. لكن هو ممتاز لو حد عنده كمية دهون رهيبة. فأنا لقيت بصراحة ما عنديش كمية دهون كتير يعني. فأنا قُلت إيه خلاص، ما يعني أخلّيه بقى للحاجات اللي هي إيه، تكون يعني مثلًا زي فرن البوتاجاز، عاملة فراخ مشوية مثلًا في صاجة وفيها دهون كتير، هينفع معايا في الحاجات دي. هنا زي ما أنتم شايفين بقى مسكت الحيطان نضّفتها كويس جدًا بيه، بدأت بقى أحُط، طبعًا مش هاطول جوّه لإن أنا عندي رخام عريض عريض أوي، فما باعرفش أخُش جوّه أوي، بس السلِّم بصراحة نفعني. جِبت بقى الموب بتاعتي وفضلت بقى إيه، بُصّوا أطلّع بقى كده وأغسلها وأرجع تاني عشان ما امسكش فوطة في إيديّا وإيه وأتعب يعني. وهنا بقيت أرُش على الحتت اللي فيها دهون شوية اللي هي بتبقى فوق البوتاجاز. أنتم عارفين إن أنا ما عنديش شفاط، ودي أصعب حاجة أنا عملتها بصراحة، يعني حاجة غلطة منّي كبيرة. استنى آخد بس بُق قهوة وأتحزّم وآجي لكم. تمام كده.
فمسكت بقى الموب بتاعتي ونضفته وخليته زي الفل بصراحة. فرحت جدا ان انا عملت الجزء الكبير، يعني عملت اكبر حاجة في المطبخ اللي هي الجزء اللي فوق بالتكييف في الشباك، خلصت الدنيا كلها تماما. بس بصراحة يعني، وبيني وبينكم محدش يقول لحد، ها محدش يقول لحد، خلي الكلام ده بيني وبينك، وطي التليفون شوية. السلك بتاع الشباك ما رضيتش اشيله، لان انتوا عارفين كل ما بشيله لازم يخش لي حاجة تقعد عندي، فاهميني؟ انتوا فاهمين، مش عايزة افسر بقى في وشكم. فقلت ايه، خليه لما يكون جوزي قاعد، بس ما حدش يقول له، عشان هو ما بيسمع كده بيتعفرت. اخليه بقى كده، جوزي قاعد مره هو يشيلهوني ويقفل لي الشباك على طول في ساعتها، وانا اقعد اغسله في الحمام وارجعه تاني. لكن انا اشيله، وعقبال ما بشيله وانزل ما اعرفش ايه اللي بيحصل، ما اعرفش. فقلت لا يا بنتي يا جيجي، خليكي في المضمون افضل يعني. هنا بقى شِلت الكوفي كورنر بتاع اللي أنا باعملاه للشاي والقهوة والنسكافيه والحاجات دي كلّها، طبعًا بقيت أستغنى عنه خالص بسبب إن أنا عملت الكوفي كورنر بقى. فبرّه دي يعني بُصّوا، اللي رايح وجاي عايز يعمل كوباية شاي، صحاب بناتي بييجوا، اللي عايز يشرب نسكافيه ماشي، اللي عايز يعمل كوباية قهوة ماشي، اللي عايز كل حاجة قدّامهم، فخلاص استغنينا عن دخول المطبخ في الحتّة دي. وكده أحسن بكتير، أنا شايفة إن كده أفضل لي، لإن المطبخ عندي ضيّق زي ما أنتم عارفين، فبابقى واقفة عايزة أعمل أكل والّا حاجة، ما حدش هيشغلني ويخش يعمل كوباية شاي ويجيب كوباية من جنبي ويخبط فيّا وأنا باكون باصوّر، ويطفي الكاميرا يا ماما عشان نعدّي والكلام ده كلّه. صلّوا على رسولنا الكريم يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما أنتم شايفين كده، جيت بقى على الجنب ده كله كده، ومسكت بقى إيه، جبت بقى أي حاجة عندِك بس تكون فوط ناعمة كده، قطن عشان تشرب معاكِ. المهم وأنا باشتغل كده السلك فك مني كله، كنت عاملاه بالشمع، عشان في ناس كتير سألتني: يا جيجي هو أنتِ بتكبي عليه مَيّة وكده؟ عادي خالص، 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 ولا بيكهرب ولا أي حاجة، ما تخافيش على ضمانتي. ولو اتكهربتِ يبقى ده بتاع ربنا بقى مش مني بقى. يعني هنا طبعًا أنا طبعًا كل يوم الصبح طبعًا باشغّل صورة كده في البيت، يعني صورة البقرة باشغّلها في البيت، بحيث إن أنا برضه بتريّحني نفسيًا بصراحة. بالاقي يعني شيوخ كتير في ساعتين وحاجة، وفي شيوخ بساعة ونُص، وفي الكلام ده. اللي بييجي معايا قدّامي على النت باجيبه، بافضل مشغّلاها جنبي كده، بتريّحني نفسيًا جدًا، جدًا، وبتشجّعني على الشغل، وبتخلّيني كمان يعني بابقى مبسوطة أكتر يعني. بعد ما باخلّصها خالص باحب أولّع يعني أي حاجة أنا باحبها بقى بصراحة، باحب الحاجات اللي هي فيها إيه، حاجات حزن شوية، ما تعرفوش ليه كئيبة بنت الكئيبة، أنا مش فاهمة ليه كده، بس ما علينا يعني. باحب أولّع أغاني كده إيه، يعني مش عارفة يعني، مش رومانسية أنا، لا، لأ خالص. فالمهم كده مسكت الcoffee corner بتاعي ولمّعته كويس جدًا، على فكرة النوع ده حلو جدًا، 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 كنت جايباه من عند استنوا هاقول لكم دلوقتي، هاقول لكم. كنت جايباه من عند النيو هاوس اللي في بحري، في محطة الرمل، في منشية، يا دي النيلة عليَّ، أنا لفيت البلد النهارده والّا إيه؟ عارفين اللي في المنشية ده، رُحت جِبته من عنده بصراحة، باكُب عليه مَيّة وباكُب عليه كلور وباكُب كل حاجة، ولا بيصدّي ولا القشرة بتتشال منه ولا أي حاجة، حلو يعني. اللي مطبخه زي حالاتي كده، أو في مثلًا يا ستي لو حتى كبير، في رُكن عندِك عايزة تحطي فيه، تمام، يبقى زي الفل معاكِ، حلو أوي. المهم بقى لمّعته كويس جدًا زي ما أنتم شايفين، وكل الحاجات اللي عليه كلّها دهون. أخدتهم حطيتهم في الحوض في مَيّة سخنة، وجِبت اللهلوبة بتاعتي. بتجيبي منين اللهلوبة دي يا جيجي؟ من شركة My way. بتقعد عندي فترة طويلة جدًا، 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 باحط عليها حبة كده بتسيّح الدهون كلّها، تمام. هنا زي ما أنا قُلت لكم، أنا الصبح نزّلت الولاد، وبُصّوا يعني كان في اتصالات بيني وبينهم، أنا ندمت ندم سنيني عمري يعني، إن أنا اديتهم تليفونات وهُم رايحين المدرسة. أنا كل 5 دقايق بيتصلوا بيّا: ماما إحنا وصلنا، ماما إحنا قعدنا، ماما إحنا بناكل في البريك، ماما إحنا جايين، ماما. التليفون مش بيبطّل يا جماعة، مش بيبطّل. رؤي أي حد عمل لها حاجة في المدرسة: ماما حصل لي كذا في المدرسة، ماما قالوا لي أعمل إيه. يا بنتي استني لمّا تيجي، يا حبيبتي أنا هاعطيه لكم بس عشان أطمن إن أنتم ركبتوا الباص وأطمن عليكم بس، مش أكتر من كده. لكن استخدام سيء كده هاهرسكم لمّا ترجعوا. المهم بقى إيه، ده وقع مني، فبرضه هنخلّيه لمستر خالد يبقى يضبطه لنا بمسدس الشمع كده، ويضبطه، لإن كل شوية يقع مني فبيضايقني بصراحة، بيزاولني يا جماعة، وأنا ما باحبش المزاولة. جيت بقى على البوتاجاز، طبعًا أنتم كنتم شايفين إن أنا مغطية البوتاجاز زي ما قُلت لكم، عشان أي حاجة فيها بتنضّف الدهون ممكن تبوظ لِك الستانلس، لإن أنا جرّبت قبل كده، فخدوا بالكم. جيت هنا بقى بصراحة بُصّوا ما همّنيش بقى، بقيت أكُب مَيّة على الخشب، على أي حاجة، المهم أنا عايزة أخلص وعايزة أنضّف. زي ما أنتم شايفين كده اللهلوبة جنبي أهي، اللهلوبة دي بالخوخ وبالتفاح ومش عارفة وبالمانجا مش بتتشرب، لأ دي بتتغسل بيها الحاجة، اوعي تفكّري عشان جيجي بتقول مانجا وفراولة وبتاع تشربيها. أختي أنا خايفة عليكِ. دي عشان تغسلي بيها حبيبتي الحاجة، خلاص ركّزي معايا يا ماما، عشان بس الجيل الجديد ده ممكن يقول لِك طنط جيجي قالت اللهلوبة فيها فراولة وبتاع فندوق. هتدوقي على طول، على طول هتلاقي نفسِك في أقرب حتّة يعني.
جبت كمان الستاند ده، كنت جايباه من شي ان. طبعا شي ان دلوقتي بقى بصوا منتشر في كل مكان في مصر يعني. بيبقى فيه كمان حاجات حلوه جدا من شي ان كمان. في يعني استنوا عليا كده في فيديو ان شاء الله هصوره لكم في منتجات لشي ان شاء الله. هتعجبكم جدا. المهم بقى غسلته كويس زي ما انتم شايفين من تحت ومن فوق ومن كل حته، لانه بصراحه كان يعني انا مش هكدب عليكم، انا بحب اقول الصراحه. لا لا، المطبخ ما كانش لطيف خالص بالنسبه لي، وكنت بعمل اكل من غير نفس. اي والله مش هكدب عليكم، كنت عامل حاجه كده وانا مش طايقه نفسي بصراحه. بس جت اللحظه الحاسمه يا ولاد. مسكت بقى شجرتي كده وغسلتها غسله برضو حلوه، عشان لو فيها اي حاجه تبدا ان هي ايه، تطلع. يلا قومي تشجعي، انت مستنيه؟ انت بتتفرجي وخلاص، تتفرجي وخلاص وتشربي لي تقولي اشرب قهوه اشرب نسكافيه. جيجي قالت لي كده. لا جيجي ما قالتلكيش اشربي قهوه ونسكافيه وتقعدي. جيجي قالت لك قومي، هي قناه جيجي هد حيل، فاللي عايز تهد حيله يخش يشترك عند جيجي. لا والله بس فيها حاجات حلوه برضو، فيها هدايا وريتها لكم، حاجات حلوه صح ولا لا؟ ما تنكروش ده. فيها نسكافيه، فيها بصوا فيها في أنشطة يا جماعة. يعني المهم إن أنا إيه، جيت هنا بقى كمان على اسمها إيه، هي دي عارفينها انتوا. غسلتها برضو كويس. بصوا الحوض طبعا مليان ميه سخنه زي ما قلت لكم، حاطه حبه اللهلوبه دي، وعشان ايه الازاز والحاجات دي. بصوا شايفين الحاجات عامله ازاي، هتشوفوها دلوقتي بقى بتبلق بتبلق. غسلتها كويس جدا 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 بعد ما عملت الحيطه. انا اتهد حيلي على فكره، ده الفيديو ده كان طويل جدا وانا قصرته لكم يعني، والله ما رضيتش كده يعني ازهقكم. مسكت بقى كل الكوبايات اللي انا بحطها في الكوفي كورنر برضو كلها كانت مش لطيفه، فمسكتها كلها كده خليتها سميره غانم بدل لطيفه يعني. ظبطت الدنيا كلها وخليت المطبخ، بصوا حسيت كده براحة نفسية. اي نعم هو لسه ما خلصش يعني الجزء اللي تحت، بس ان شاء الله هتعدي على خير. هنا بقى جيت على البوتاجاز. انا كنت امبارح اخده كل العيون دي واخده كل الحمالات وحطهم فين، في غسالة الاطباق، فاتغسلوا كويس جدا وطلعتهم وحطيتهم النهارده. بس كده ايه يعني، يعني حاجة كده ايه نفرفش البوتاجاز شوية. هنا عندي في عين طلعت من البوتاجاز اللي هي بتفتح وتقفل دي العين، عايزة بقى اتصل بالشركة تيجي تركبها لان اتكسرت، مش نافعة بصراحة. خلاص بقى البوتاجاز كان كله رغاوي بسبب اللهلوبة. مسكت بقى البوتاجاز وخليته بالصوف والشمعة منور، ولو في اي حاجة كده واقعة من جوه تحاولي تطلعيها عشان خاطر يبقى بوتاجازك حلو. العين بقى الكبيرة عندي اسودت من جوه، معرفش ايه السبب والله، بدعكها دايما وكده بس مهما اعملها برضو يعني، عشان العين الكبيرة انا اكتر عين بستهلكها. دي اكتر عين انا بستهلك. البوتاجاز بتاعك نوعه ايه يا جيجي؟ كاتشن لاين تمام، حاجه نظيفه وحاجه حلوه جدا. ناس كتير سالتني على الميكروويف ال جي، حلو يا جيجي ممتاز. المهم برضو جيت على الحتت اللي هي الضيقه بقى دي كده، وجالي تليفون مهم من الدوله طبعا، عايزيني اطلع في مسلسل، فانا رفضت بصراحه، ما عنديش وقت يا جماعه ووقتي لا يسمح. فرفضت يعني، ما تتحايلوش عليا عشان انا مش عارفه الشهرة عايزه مني ايه، انا مش عارفه. المهم انا جبت بقى كل الصواني غسلت نضفتها وكده، طلعت بقى على الركن البعيد الهادي الضيق ده، الحته الضيقه. قعدت افكر اشيل يا بنتي يا جيجي السلك، لا اوعي يا بنتي يا جيجي هيخش لك فارين ولا ثلاثه كده يقعدوا لك كده في قلب الشقه ينتخولك، وجوزك هيقول لك والله والله بس انت السبب، انت السبب، انت اللي عملتي فينا كده ودخلتي المتوحشين البيت. فخفت بصراحه، خفت على احساسي ومشاعري ناحيه اتجاه زوجي ان يقول لي كلمتين. فقلت يا بنت خليكي ساكته ولا حاجه وايه، واسكتي اسكتي خالص. جيت على الميكرويف الحمد لله الى حد ما، يعني ما فيهوش دهون ولا الحاجات دي. قلت تمام الحمد لله يا من انت كريم يا رب. مسكت بقى الفوط بتاعتي، كل ما تبقى فيها دهون اخش على اللهلوب احط حته واغسله بميه سخنه وارجع تاني، لان الفوط لما بيكون في دهون بتمسك في الفوطه كده كده. السنيتين دول عايزين غسله معتبره، بس انا قلت لكم ايه، قلت لهم ايه استنوني بكره جايه لكم عشان ما اضيعش وقت. جيت بقى على التكييف كده برضو لمعته كويس جدا، وطلعت بقى من فوقيه الحته اللي فوق دي، جبت سلك المواعين لان كان في دهون فوق. قعدت بقى ايه اغسلها كويس جدا جدا ولمعتها وخليته فل. جيت كمان على الشفاط اهو، مسكت الشفاط برضو خليته فله فله شمعة منور. الشفاط ده نوعه ايه؟ بصوا قلت لكم كل الاجهزه يونيون اير، حلو جميل ممتاز. جيت بقى هنا كده بقى، طبعا الشباك اتغسل جوه وبره بس. ايه ده في ايه؟ استهدى بالله، استنى نقفل الجرس. قفلني. زي ما قلت لكم كده قفلت، بس غسلته من جوه ومن بره الشباك، فاضل بس السلكه، بس يجي جوزي كده ويقوم رافعها لي كده ودخلها الحمام وبقى ونظبط الدنيا. هنا بقى جيت على الوحده اللي هناك دي كده برضو عملتها بالحيطه، وجبت بقى الميه وغسلت الشباك بعد ما مسحته، قلت يلا مش مشكله الدنيا حر وشويه ايه طراوه. خلاص كده
هامسك بقى الوحدتين دول كمان بتوع الزرع دول اسمهم إيه؟ هم دول، هنغسلهم بقى غسلة حلوة ونرجعهم مكانهم ونغسل الكوبايات كل حاجة تعمليها ترجعيها مكانها، لأن لو عملتي كوم كده على نفسِك هتخلّي نفسِك بُصّي محتاسة، فكده أسهل حاجة ممكن تعمليها إن أنتِ تعملي وترجعي، تعملي وترجعي، هتبُصّي تلاقي نفسِك خلّصتِ المطبخ وكل حاجتِك فُلّة شمعة منوّرة. على فكرة الفيديو ده كان حوالي 50 دقيقة، يعني ده غير إن أنا إيه فصلت وعملت أنا قعدت فيه من الساعة كام مثلًا، قعدت 3 ساعات في الحبّة اللي أنتم شايفينهم دول. بس الحمد لله يعني طلعت النتيجة في الآخر يعني إيه مبهرة، مبهرة. طبعًا هنا أنا كنت عاملاه أول ما جيت من السفر كنت عاملة الجزء ده كله لإنه كان ملطّش كانوا منضّفين سمك وكان ملطّش على الحيطان، فأنا عملته وضبّطته وعملت الكوبايات، يعني كنت عاملاه قبل كده، فعملت بس الحتّة اللي هي بتبقى قدّامي اللي هي بتتسخ على طول. إن شاء الله بكرة أكمّل معاكم بإذن الله التلاجة وبقى كل الجزء اللي فيها عشان نفرش بقى الأرضية خلاص عشان كده إيه كفاية، يعني كده كفاية بصراحة الشتا داخل علينا والشتا شكله السنة دي جاي لنا كده حلو وجميل كده جاي إيه مش قادرة أقول لكم يعني. غسلته، غسلت الوحدة دي كمان اللي هي في الجنب دي كده، ولمّيت السلوك دي كلّها حطيتها على جنب، وضبّطت تمام التمام، وكان في الصينية دي كده برضه كانت عليها مَيّة وملطّشة كده، فقُمت ماسكاها برضه بالفوطة، وقُلت لها تعالي، ومسكت التلاجة من الجنب ده كلّه خلّصته، بحيث إن أنا بكرة بإذن الله أخلّص يبقى الشغل يعني ورايا سهل شوية عن إن أنا يعني أنا عملت الحاجات التقيلة كلّها المهمة، اللي هي الحاجات الرفيّعة اللي بتبقى دايمًا بتعاكسنا في المطبخ يعني. هنا بقى كان كل ما يبقى معايا كيس أحشره بين التلاجة والغسالة، أحشره، 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 لقيت نفسي عندي كمية أكياس ما لهاش أي 30 لازمة، مش عارفة أنا عاملة في نفسي كده ليه. فالمهم شِلتهم ورميتهم، بس كده. عايزاكِ بقى تتشجعي كده وتحطي لي أشيائي وتقومي قايمة كده على طول تشوفي جيجي عملت إيه وتقومي عاملة زيها تغيري، عايزاكِ تغيري مني، أي والله غيري مني وولّعي، لأ مش كده. فالمهم بقى إيه يعني أنا باعمل إيه؟ معلش ده تأثير المطبخ يا جماعة، يعني تأثير الشغل اللي جامد في المطبخ. ممكن أنزل والّا حاجة. اعملي الكارتة وهاتيه. المهم بقى رجّعت الكوبايات ورجّعت كل حاجة مكانها زي ما أنتم شايفين كده عشان نخلص بقى، نخلص نحس إن إحنا أنجزنا يعني. فالحمد لله العملية تمِّت بخير وأنجزنا وخلّصنا وزي ما قُلت لكم مشغّلة جنبي القرآن عشان يدّينا راحة نفسية كده وطمأنينة، تدّي نفسِك طمأنينة وتحسّي براحة. ضبّطت كل تمام التمام. بس كده خلاص هنرجّع بقى إزازة الزيت وإزازة الخل، هاملى بقى الزيت دلوقتي وأرجّع كل حاجة مكانها كده، ويبقى إحنا كده تمام التمام، مستنية بقى لايكاتكم وأشياءكم، وبكرة استنوني في فيديو جديد، باحبكم في الله وانتظروني، انتظروني ما تروحوش في أي حتة ولا تغيّروا المحطة.